اللهم اسق قلوبنا بذكرك حتى تروى، واشبع ارواحنا بطاعتك حتى تقوى، وكن بنا رؤوفا رحيما، فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى. اللهم فرج امورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم اسعد قلوبنا بما انت اعلم به منا. اللهم امين لنا ولكم اجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وغلا فيكو في قناتي، قناة منوعات فردوس محمود. وهي هين أنا دخلت المطبخ، وأنا صراحة في لمدة يعني منقطع عن الفيديوهات، وما بعمل فيديوهات لأنه ما في تفاعل كتير على قناتي. ولكن دخلت المطبخ هيك بالصدفة، لقيت ولادي اسم الله عليهم قاعدين بيعملوا عشاء. فهي أحمد، هيا ابو حميد بيعمل لنا كان عشاء، فانا قلت خلاص راح اصور هالفيديو واشوف. وهيو بيعمل استكات لحمة حمراء. فهو يعني من غير ما ينقعها ولا اشي، على طول حمى الزيت وحط الشرايح، ورش عليها فلفل اسود وملح، ورش روزماري او كليل الجبل معاها. فأنا والله بعد ما صورت يعني هيك قلت أي كلام أصور. فأنا لما يعني أكلت منها الأكلة هاي والله عجبتني كتير كتير وكانت طيبة، فقلت لازم أنزل الفيديو وتشوفوا الطريقة هاي السهلة كتير وبسيطة كتير. بإمكان يعني أي ست بيت يعني تعبانة مش قادرة تعمل أكل، أو حتى هي غايبة طالعة في المشوار وولادها في البيت، في إمكانهم يعملوها. وهي عبورة الله يرضى عليهم ويبارك لنا فيهم يا رب العالمين، يبارك في ولادكم. بتعمل مقالي بطاطا. وهي أحمد بيعمل ثقوب في الاستكات علشان يدخل الزيت والملح والفلفل الأسود. فبإمكانكم مش بس ستيك يعني لحمة حمراء، فبرضو لحم الحبش أو الدجاج بمشي الحال، يعني بتطلع طيبة كتير كتير. وهي هين يعني طلع شوي وحط حاجة تانية يعني لحمة تانية. فأنا صورتها يعني قلت له استنى أن أصور، يعني ما لحقت التصوير يعني تقريبا من أوله. فهي هين أنا أخدت البطاطا من عبورة بعد ما قطعتها، وهي بقلي فيها عشان يحطوها مع اللحمة في العشوة. وصراحة الله يسلم ايديهم، يعني كانت عشوتهم طيبة كتير كتير وقالوا انت يا ماما ارتاحي واحنا بدنا نجهز اليوم العشاء. وفعلا الله يخلي الله يحفظ لنا اياهم ويحفظ لكم اولادكم. كانت يعني عشوة كتير كتير طيبة. فكنت انا يعني مش قادرة يومتها، مريضة شوي هيك، هم يعني جهزوا العشاء. الله يسلم ايديهم يا رب ويحفظهم بحفظه خير الحافظين. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهي متعشوا والحمد لله. وتاني يوم طلعنا طلعة، رحنا نطل على أخت أم يحيى، كانت عاملة عملية كتير صعبة، والحمد لله ربنا نجاها منها يعني بأعجوبة إرادة الله إن ربنا يشفيها ويعافيها. وإن شاء الله بنتمنى ربنا يتمم شفاء إلها إن شاء الله. وادعوا لها يا حبايبي معايا إنه الله يتمم شفاء عليها إن شاء الله ويشفي كل مريض يا رب. وهي هين صورت لكم الطريق، يعني احنا رحنا طريق مختصرة يعني طريق المزارع، وشفت المناظر الحلوة والأراضي وهيك. يعني أنا والله صراحة روحي بتنشرح يعني هيك يعني الخضرة والأرض. وبحس هيك روحي بترفرف مع هالخضار ومع هالأرض الواسعة ومع هالهدوء الحلو، صوت العصافير. طبعا أنا يعني عشان في يعني في هيك كلام وفي صراخ صغار وهيك، يعني ما حبيتش أبين الصوت. فوالله كان أمنيتي إنكم تسمعوا الصوت، الطبيعة والعصافير والشجر والحاجات الحلوة معايا. بس خلص يعني أنا ما حبيت، يعني في أصوات تانية ما حبيتش إنها تظهر في الفيديو. وهي صورت لكم يعني حبيتكم تنبسطوا معايا وتشوفوا الطبيعة والأرض ما أحلاها والخضرة والزيتون. أو صراحة كانت يعني هي طلعة حلوة كتير كتير. وحبيتكم تشوفوا الفيديو معايا عشان هيك يعني الواحد بكون روحه مفرطة هيك وزهقانة وتعبانين من الحبس ومن الشغل ومن الروتين اليومي اللي احنا بنمر فيه. فالواحد بتكون قاعدة هيك على الفيديو بتستمتع بهالمناظر الحلوة هاي.
ويا ريت ما تنسوا اللايك. والله التفاعل كتير كتير سيء على الفيديوهات، واللايك وبرفع الفيديو. وإن شاء الله يكون هالفيديو عجبكم. وهي البامية في المزارع برضو، يعني هي قربت تشطب البامية لأنه آخر الموسم. وإن شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير والسلامة يا رب. وإن شاء الله يكون هالفيديو عجبكم. وما تنسوا اللايك، اللايك مهم جدا زي ما بحكي لكم كل مرة، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. وهي شايفين المزارع والزيتون والبامية والأرض والخضار، سبحان الله العظيم. يعني ربنا خلق فأبدع، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. وهي الصبر هين. وأكيد كلكم يعني زيي بتحبوا الطبيعة وبتحبوا الطلعات الحلوة هاي، فهي بتشرح القلب وبتجدد النشاط فينا. وهاي الفيديو لليوم إن شاء الله يكون عجبكم. وما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وفي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.